لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت حجة الوداع. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر 4 مرات، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع لأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بقليل، ودع الأمة. وتسمى حجة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدى فريضة الحج في تلك السنة. كما تسمى حجة البلاغ لأجل خطبة بليغة كانت فيها بلغ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أشياء كثيرة، تسمى خطبة الوداع. تخيل نفسك أخي المؤمن أنك من أهل المدينة، وفجأة أذن بين الناس بالحج، أعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج. يكثر الناس، يأتي الوفود، تتوالى البشر، يكثر الخلق، يكبر الحشد، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهبون إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس حول رسول الله يمنة ويسرة، أمامه وخلفه، ويمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، ويدخلون مكة المكرمة، يدخلون البلد الذي أخرجوا منه قبل ذلك، يعودون إلى مكة وقد صارت بلداً إسلامياً. يدخل المسلمون إلى مكة ولهم في مكة ذكريات. هناك عذبوا، هناك اضطهدوا، هناك شتموا، وهناك قتلوا. في مكة وما أدراك ما مكة، في مكة حيث عبدت الأصنام، في مكة حيث جهر بالكفر بالله تبارك وتعالى، في مكة حيث كان يستقسم بالأزلام، في مكة حيث كانت الذنوب، حيث كان الفجور، حيث كانت محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جديد تعلو كلمة الحق، تعلو كلمة لا إله إلا الله. هؤلاء المسلمون قد عادوا إلى مكة ودخلوا وهم يرددون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ربنا، نطيعك ربنا طاعة بعد طاعة، نلبيك يا الله، نحبك يا خالقنا، نعظمك يا بارئنا. فالله تبارك وتعالى يطاع ويعبد، وهو يستحق منا التعظيم. لبيك اللهم لبيك، هكذا كانت حجة الوداع. يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بالله عليكم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى الألوف المؤلفة، يرى عشرات الآلاف يحجون معه، يلبون خلفه، يسمعون كلامه، يأتون ويستنصحونه، يسترشدون منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بين الناس وقام فيهم خطيبا. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. تخيل نفسك أخي المؤمن وأنت في أرض عرفة، وأنت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رقي جبل الرحمة، رقي الصخرات حيث خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته المشهورة، وهو يعظ الناس، يعلم الناس. ما أحلاه من موقف وما أجمله من يوم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس أحكام الحج، وعلم الناس كثيرا من الأمور التي ينبغي أن يتعلموها قبل وداعه. وهكذا كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العمر الأربعة فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية التي كان فيها صلح الحديبية، وهذه العمرة صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم يستطع أن يدخل مكة. ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في العام القابل، وهذه العمرة الثانية وهي عمرة القضاء. كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من موضع يقال له الجعرانة، وهذه العمرة الثالثة. وأما العمرة الرابعة فكانت العمرة التي كانت مع حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله واعتمر. وبعد 1400 سنة يردد المسلمون في مكة لبيك اللهم لبيك، وهم يتذكرون تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام: ليتنا كنا معك، ليتنا حججنا واعتمرنا معك، ولكن يا رسول الله وإن كنا لم نلقاك فإنا نحبك ونحب هديك ونحب تعاليمك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هديك حتى الممات.